أنك ترمين بنفسك في فم الذئاب. وعدتني بأنك لن تتصلي بها. إن بوا روبير يدير شؤونها، ولا بد أنه علم بأمرك الآن، هو والرجل ذو العصا الفضية. ألم تسمعي ما حصل لفيكتور دوشين؟ بلى سمعت. الجميع يعتقدون بأن موته كان حادثا. إنها جريمة حضرت ونفذت على يد مجرم محترف. سنوقفهم عند حدهم. هذا إن لم يتخلصوا منا. أولا، أثبت بوا روبير تورطه بالجريمة. طلب شراء حقوق الجريدة. يريد شراء صحيفة لوكليرون؟ نعم، ورثنا الصحيفة من فيكتور أنا ومارسيل. بوا روبير يقترح دفع مبلغ كبير من المال، ولكننا لا نريد ماله. ما نريده الإيقاع باللص. جابي أرجوك انتبه. أشمئز لمجرد ذكر اسم بوا روبير، وأخاف أن يفعل شيئا إذا اكتشف بأننا تدخلنا بكل هذا. لذا احذري لولو. أنت على حق جابي. ثقني، سأكون أكثر حرصا بدءا من اليوم. سأفكر بأمور أخرى. السيدة باتاي سجلت اسمي لامتحان الدخول إلى الأوبرا. رائع لولو. عليك أن تبذلي جهدا لتنجحي بالامتحان، ويوما ما سيكون كل شيء على ما يرام، وسيصبح بوا روبير مجرد ماض سيء. ماريا، شيء يحيرني. ماريا، أهناك أحد؟ انتبهي، إن تقدمت سنتيمترا واحدا ستقعين عن الدرج. بالرغم من أنني ضريرة، إلا أنني أعرف كل زاوية في بيتي. تعال واجلس بقربي. بكل سرور. أخبرني، ما سبب الزيارة؟ عزيزتي، في الواقع الأمر يتعلق بخصوص وصيتك. أنا بحاجة إلى توقيعك فيما يختص بالقصر، إن كنت ترغبين بوهبه إلى جمعية التماثيل الفرنسية، بالطبع بعد موتك الذي آمل أن يكون بعد عمر طويل. شكرا لاهتمامك وحرصك علي، ولكن قبل أن أوقع أحب التأكد بأنه لا يوجد وريث لي من بعدي. وريث؟ لماذا تعتقدين ذلك؟ لا يوجد شيء، مجرد إحساس. أود التريث قبل أن أوقع فقط. أفهمك تماما. إن كان لديك وريث فمن الأفضل أن يكون هو المستفيد. فهل تملكين دلائل يمكن استخدامها في البحث عنه؟ العجائز لديهن أفكار غريبة. من فضلك أيها البارون، أنا متعبة. سنتكلم لاحقا في هذا الموضوع. بالطبع، سنتحدث في يوم آخر. ماريا، أعطي القبعة للبارون ورافقه إلى الباب. ولكن ماريا، هناك شيء ما يحدث هنا. سيدي البارون، لا أعتقد. هل توقع على علاقة ما مع شابة صغيرة؟ مستحيل أبدا، هذا ليس صحيحا. أنا أعرف تلك العجوز تخبئ شيئا ما. حضرت كل شيء أيها الرئيس؟ نعم حضرتها، ثم لا تنادني بالرئيس. بوا روبير سيهاجمنا. هذا مؤكد. لقد ذهب كل شيء للمطبعة.
تفضل سيدي البارون. شكرا لك. وهذه هي الصحيفة. مارغريت. ما بك سيدي البارون؟ القهوة سيئة. اذهبي ونادي تشيرينكو حالا. هيا بسرعة، هيا. حاضر سيدي، سأفعل، ولكن اهدأ. صحيفة لكليرون كما طلبت. أنا متأكدة من هذه الأخبار. لقد طلبت مني حفيدتي أن أتصل بها على هذه الجريدة. هذا لا يصدق. الأخبار تتعلق بالبارون. يهللون له على ما أعتقد. غير صحيح سيدتي. اقرأي ماريا. قرر بواروبير الأخطبوط أن يضع يده على جريدتي، وقد تسلح بمحفظته المليئة بالمال القدر الذي ربحه نتيجة أعماله المشبوهة. هذا الأخطبوط يريد شراء الجريدة الوحيدة الحرة المتبقية في باريس، مستفيدا من حادث الموت كما يقال الذي أودى بحياة صاحب الجريدة السيد فيكتور دوشين. وهكذا مرة جديدة سيتستر خلف جمعية التماثيل الفرنسية لأخذ أجمل القصور في بلدنا. بدأت أفهم معنى أسئلة البارون. ماريا، حضري عربتي، أود أن أذهب إلى باريس. تظنني سأدعك تفعل ما فعلته بفيكتور؟ هيا. ماذا تريدين؟ قل لي، هل تتصرف هكذا مع كل الفتيات؟ الدوقة تريد التكلم إليك. تفضل. اسعد لو سمحت. أهلا بك عزيزي. لدينا أخبار كثيرة نتبادلها، ولكن للأسف الوقت ليس طويلا. لقد أعجبت بمقالك هذا الصباح. ولكنه أغضب صديقك البارون. هل هو فعلا صديقي؟ حدثني عن لولو. لا أعرف هذا الاسم. إنه لشرف كبير أن ترغب بحمايتها، ولكن صدقني أنا لا أتمنى لها سوى الخير. إنها حفيدة ابني. قرأت رسالتك. إذا تعرف القصة. وماذا تنتظرين منها؟ أريد أن أعرفها على عائلتها وأعيد لها قصرها وأرد لها اسمها وأن أضمها بين يدي. ساعدني. جابي، لما أتيت؟ اخرجي بهدوء، الأمر هام. ولكن أين نحن؟ وراء الطاحونة الحمراء. اذهبي وسأبقى أنا هنا. لا تخافي، ادخلي.
تتساءلين لماذا أتيت لمقابلتك في هذا المكان بالذات؟ أرجوك اجلسي. في المرة الأولى التي أتيت بها إلى هنا سألت نفسي لما أنا هنا. حفيدي غوتيه كان مغرما براقصة، إنها فضيحة بالنسبة للعائلة، ولكن بالرغم من ذلك أتيت لأراها. والمسكينة كانت ترتجف، مجرد راقصة، وأنا الدوقة دولاغني. استطاعت أن تحبس أنفاسها وقالت: من الصعب جدا تقبلي، ولكنك ستصبحين جدتي. لقد عرفتك، أنت الخادمة التي كانت في الحفل، ولكن هل أنت فعلا حفيدتي؟ لا تخافي يا صغيرتي، أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة. كيف تأكدت بأنني قد أكون جدة أبيك؟ كنت طفلة صغيرة عندما تركتني أمي عند رجل أمين قبل اختفائها. إنه السيد مينارد، أعطته أمي رزمة صغيرة. قبل موته عاد لي هذه الرزمة، كان فيها حذاء للرقص، إنه باللون الأحمر وطرز عليه بعض البجعات. لولو، الحمد لله، هذه أنت فعلا. كيف تأكدت؟ هناك شيء لا تعرفينه أنت. هذا الحذاء كنت قد قدمته لصوفيا، وقد طرزت بيدي البجعات عليها. سترين حبيبتي، الحياة ستتغير من الآن فصاعدا. فلتخفيها عن الوجود. بأمرك سيدي. سأقتلك. هل كان لون عيني ساعي البريد أزرق؟ ولكن كيف عرفت ذلك؟ الباطحة. ستشاركين في امتحان دخول الأوبرا رغما عنك. ما بك سيد البارون؟ القهوة سيئة. اذهبي ونادي تشيرينكو حالا. هيا بسرعة، هيا. حاضر سيدي، سأفعل، ولكن اهدأ. صحيفة لكليرون كما طلبت. أنا متأكدة من هذه الأخبار. لقد طلبت مني حفيدتي أن أتصل بها على هذه الجريدة. هذا لا يصدق. الأخبار تتعلق بالبارون. يهللون له على ما أعتقد. غير صحيح سيدتي. اقرأي ماريا. قرر بواروبير الأخطبوط أن يضع يده على جريدتي، وقد تسلح بمحفظته المليئة بالمال القدر الذي ربحه نتيجة أعماله المشبوهة. هذا الأخطبوط يريد شراء الجريدة الوحيدة الحرة المتبقية في باريس، مستفيدا من حادث الموت كما يقال الذي أودى بحياة صاحب الجريدة السيد فيكتور دوشين. وهكذا مرة جديدة سيتستر خلف جمعية التماثيل الفرنسية لأخذ أجمل القصور في بلدنا. بدأت أفهم معنى أسئلة البارون. ماريا، حضري عربتي، أود أن أذهب إلى باريس.
سيدتي. هناك شيء لا تعرفينه أنت. هذا الحذاء كنت قد قدمته لصوفيا، وقد طرست بيدي البجعات عليها. سترين حبيبتي، الحياة ستتغير من الآن فصاعدا. فلتخفيها عن الوجود. بأمرك سيدي. سأقتلك. هل كان لون عيني ساعي البريد أزرق؟ ولكن كيف عرفت ذلك؟ البطيحة. ستشاركين في امتحان دخول الأوبرا رغما عنك. الفرنسية لأخذ أجمل القصور في بلدنا. بدأت أفهم معنى أسئلة البارون. ماريا، حضري عربتي، أود أن أذهب إلى باريس. تظنني سأدعك تفعل ما فعلته بفيكتور؟ هيا. ماذا تريدين؟ قل لي، هل تتصرف هكذا مع كل الفتيات؟ الدوقة تريد التكلم إليك. تفضل. اسعد لو سمحت. أهلا بك عزيزي. لدينا أخبار كثيرة نتبادلها، ولكن للأسف الوقت ليس طويلا. تتساءلين لماذا أتيت لمقابلتك في هذا المكان بالذات. أرجوك اجلسي. في المرة الأولى التي أتيت بها إلى هنا سألت نفسي لما أنا هنا. حفيدي غوتيه كان مغرما براقصة، إنها فضيحة بالنسبة للعائلة، ولكن بالرغم من ذلك أتيت لأراها. والمسكينة كانت ترتجف، مجرد راقصة، وأنا الدوقة دولاغني. استطاعت أن تحبس أنفاسها وقالت: من الصعب جدا تقبلي، ولكنك ستصبحين جدتي. لقد عرفتك، أنت الخادمة التي كانت في الحفل، ولكن هل أنت فعلا حفيدتي؟ لا تخافي يا صغيرتي، أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة. كيف تأكدت بأنني قد أكون جدة أبيك؟ كنت طفلة صغيرة عندما تركتني أمي عند رجل أمين قبل اختفائها. إنه السيد مينارد. أعطته أمي رزمة صغيرة. قبل موته عاد لي هذه الرزمة، كان فيها حذاء للرقص.